مستخلص العرقسوس اللي اثبت علميا انه اقوى علاج للتفتيح، اقوى علاج لعلاج التصبغات، الكلف، عدم توحيد لون البشره، اثار الحبوب، كل المشاكل اللي في وشنا دي بيعالجها مستخلص العرقسوس. طيب مستخلص العرقسوس بكام؟ يعني مش عايزه اقول لكم السعر، انتوا يعني اكيد عارفين قد ايه هو غالي. جايبه لكم النهارده بقى حل عمله لنا بيت الزيت. بيت الزيت ده يا جماعه براند خطير، بجيب منه كل الزيوت الطبيعيه بتاعتي. عاملين بقى مستخلص العرقسوس طبيعي 100% وسعره رخيص ب 250 جنيه وافكتيف بطريقه مش طبيعيه. هوريكم بقى الاكتشاف اللي انا جبته ده شكل العبوه، جبتها 30 مللي مستخلص العرقسوس. هوريكم بقى بنستخدمه ازاي. اول حاجه عايزاكم تعرفوها ان مستخلص العرقسوس الطبيعي الاصلي بيبقى لونه كده، بيبقى لونه بني غامق كده، ما بنحطوش دايركت على الجلد. انا مش هحطه على الجلد كده دايركت، لا احنا بنخلطه بالمرطب. هوريكم دلوقتي. بصوا هجرب لكم على ايدي دلوقتي. انا حطيت المرطب تمام، هحط بس نقطتين كده عليه من المستخلص وهبدا ان انا ادمجهم كده ببعض. يا جماعه مش قادره اقول لكم نتائجه في التفتيح عامله ازاي. نبدا بقى ندمجه كده ونوزعه على بشرتنا، سواء على وشنا سواء على ايدينا، على اي منطقه انت عايزه تفتحيها. هو مستخلص مش زيت فقوامه مش زيتي خالص، ويندمج مع المرطب كده. اهم حاجه بس ان قبل الاستخدام ضروري تعملوا اختبار حساسيه عشان تتاكدوا انه بالنسبه لكم امن ان انتوا تستخدموه. بجد يا جماعه تحفه، برشحه لكم. هسيب لكم البيج بتاع بيت الزيت. بجد يا جماعه البيج دي خطيره، كل الزيوت عندهم تحفه واسعارهم تجنن.